هتصدقوني لو قلتلكوا ان دي احلى مره هتاكلوا فيها بطاطا. جربوها بالطريقه دي وهتبطلوا تاكلوها بالطريقه التقليديه. جبت البطاطا وغسلتها كويس وقشرتها وقطعتها حلقات. وبالمناسبه دي مين فيكم بيحب ياكل البطاطا نيه كده زيي؟ وبعد ما قطعت البطاطا حلقات نزلت عليها بنص كوبايه من السكر. ويلا بينا نرفعها على النار. هنفضل نقلب فيها لحد ما تنزل ميتها كده 10 دقايق بالظبط وهتكون استوت. وعلى فكره الطريقه دي اسهل بكتير من الفرن. وبعد ما استوت تماما هرستها كويس وبعدين ابتديت افردها في صينيه. يلا بينا نبتدي نجهز الطبقه التانيه، وهي طبقه من الكريم برليه. هنحتاج 3 من صفار البيض. حطيت عليهم ربع كوبايه من السكر ورشه فانيليا صغيره. بقلبهم كويس مع بعض وبعدين بزود عليهم كوبايتين من اللبن. وقبل ما ارفعها على النار بحط 3 معالق كبار من النشا. يلا بقى نرفعها على النار عشان تتقل شويه. واول ما تبتدي تتقل معايا بنزل مكعب من الزبده. ولما جهزت نزلت بيها على البطاطا. وبعد ما احط كل الكميه استنى عليها تبرد شويه قبل ما احط رشه السكر دي. انا ما استنيتش عليها فالسكر داب معايا. هبتدي بقى ادوب السكر ده بالتورش، يا اما ممكن ادخلها تحت الشوايه سواء الفرن او الميكرويف عشان تطلع معايا بالجمال ده. بجد من احلى واسهل الحلويات اللي انا عملتها في حياتي. سامعين صوت القرمشه؟ الوصفه دي كانت طالعه فايرال الفتره اللي فاتت وانا كل ده ما كنتش جربتها. فلو انتوا لسه ما جربتوهاش او مترددين تجربوها انصحكم بجد لازم تجربوها، خصوصا ان هي وصفه سهله جدا وكله على البارد.